الفيلم بيبدأ بثورة الذكاء الاصطناعي ضد الإنسان في المستقبل، ثورة مدمرة من أجل القضاء على الإنسان والسيطرة على العالم. الفيلم واحد من أروع أفلام النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، ويعتبر الجزء الثاني من فيلمه ذا تيرمينيتور اللي كان قايم فيه بدور آلي شرير. وهنا بيتمكن العالم كونر، أحد العلماء اللي اخترعوا الذكاء الاصطناعي وساهموا في تطويره، في إنه يخترع إنسان آلي ويرسله إلى الماضي للقضاء على فكرة الذكاء الاصطناعي من الأساس، وإنه يعمل ضربة استباقية لمنع حدوث الكارثة في المستقبل، ولحمايته هو شخصيا وهو طفل، لأن هو اللي هيدمر فكرة الذكاء الاصطناعي. وبالفعل بيصمم إنسان آلي وبيقوم بدوره أرنولد شوارزنيجر، وفي نفس الوقت الذكاء الاصطناعي بيصمم إنسان آلي ويرسله هو كمان إلى الماضي لإحباط محاولة الآلي أرنولد في حماية كونر. وبتكون مهمة الآلي ريد القضاء على كونر من الأصل. وبالفعل بيوصل أرنولد إلى الأرض وبيخش أحد الحانات علشان يشوف لبس مناسب ليه وسلاح ووسيلة نقل. بيبدأ يعمل تشيك على كل الأشخاص اللي موجودين قدامه لحد ما بيلاقي شخص مناسب ليه بالفعل، وبيطلب هنا من الراجل إن هو يقلع الهدوم بتاعته. الراجل بيسخر منه طبعا وافتكره بيهزر وبدأ يهينه، وبيبدأ يتعامل مع الشخص ده بمنتهى الحدة وبيهرسهم واحد ورا التاني لحد ما الراجل بيطلع له مفاتيح الموتوسيكل بتاعه وبيقلع له الهدوم طواعية، وبيبدأ يركب الموتوسيكل. هنا صاحب الحانة بيتعرض له، بينزل له أرنولد بمنتهى الثبات وبياخد منه البندقية، وبياخد كمان نضارة الشمس علشان لزوم الشياكة. في نفس الوقت بيوصل الإنسان الآلي ريد، وكان حظه حلو إنه مدورش على لبس، اللبس جاله لحد عنده، وكان لبس ضابط شرطة ووسيلة نقل هي عربية الشرطة. لما ركب العربية دخل اسم الولد كونر، طلع له لستة بالأسماء وبدأ يبحث عنهم واحد ورا التاني. وفي نفس الوقت أرنولد بدأ يبحث عن الولد كونر علشان يحميه. كونر الصغير كان عايش مع والديه بالتبني، لأن أمه كانت نزيلة مستشفى الأمراض العصبية والنفسية بعد ما قالت في الجزء الأول إن اللي قتل جوزها إنسان آلي كان جاي من المستقبل. طبعا محدش صدقها، وكان الدكتور هناك والممرضين بيعاملوها معاملة في منتهى القسوة. وقدر الآلي ريد إن هو يوصل لبيت الولد كونر وكلم والديه بالتبني، وعرف منهم الأماكن اللي الولد بيتردد عليها في ألعاب الفيديو جيم بتاعته، وطلب منهم صورة للولد. الولد الصغير كونر كان في منتهى الذكاء، كان بيقدر يهكر مكن الاي تي ام عشان يحصل منها على فلوس ويتسكع بيها، وبيقضي معظم وقته في محلات البلاي ستيشن. وفي أحد جلسات العلاج الدكتور كان بيسمعها الشريط اللي سجلته أول ما دخلت مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، وكانت بتقول فيه إن في إنسان آلي هو اللي قتل زوجها. حاولت تنكر الموضوع ده وتتظاهر إن هي خفت علشان تخرج من المستشفى وتحمي ابنها، لكن الحيلة دي ما دخلتش على الدكتور، وطلب إن هي تتحط تحت الملاحظة لمدة 6 شهور كمان مع مضاعفة كمية الأدوية اللي هي بتاخدها. في نفس الوقت العالم راي كان بيطور أجهزة الذكاء الاصطناعي والرقاقة أو التشيب الرئيسية بتاعة الذكاء الاصطناعي. أرنولد لمح الولد وهو رايح المول وفضل ماشي وراه. في نفس الوقت كان الآلي ريد وصل للمول وبدأ يدور على الولد وهو ماسك الصورة بتاعته وبيسأل عليه اللي رايح واللي جاي. الولد أول ما شافه وهو لابس لبس الضابط افتكره جاي يقبض عليه علشان بيهكر مكن الاي تي ام، طلع يجري. وهنا الآلي ريد شافه وطلع يجري وراه. في نفس الوقت كان أرنولد جاي وماسك بوكيه ورد، لكن كان جواه البندقية الضخمة اللي خدها من صاحب القهوة. وقدر أرنولد إن هو يحمي الولد في الوقت المناسب قبل الآلي ريد ما يقتله، اللي كانت كل طلقة بتتضرب عليه بتلتئم بسرعة لأنه مصنوع من جسم معدني قابل للتشكل بسهولة، وبيقدر يتشكل في أشكال كتير وأنواع مختلفة من الأسلحة. وبتحصل معركة جامدة بين الآلي ريد وأرنولد شوارزنيجر، بيتمكن خلالها الولد كونر من الهرب. بيركب الولد الموتوسيكل بتاعه وبيطلع يجري بيه لحد ما بيتمكن إن هو يركب عربية نقل علشان يطارد الولد بيها. أرنولد بيقوم وبيركب الموتوسيكل بتاعه ويبدأ في مطاردتهم الاتنين، وبتبدأ المطاردة المثيرة لحد ما الولد بيتوقف لأنه بيفتكر إن هو خلاص فك منه. بيفاجئ بالآلي ريد جاي من فوق الكوبري نازل بالعربية النقل. كانت مطاردة عنيفة جدا لحد ما بيوصل أرنولد في الوقت المناسب، وبيقدر إن هو ياخد الولد من على الموتوسيكل بتاعه زي ما يكون شايل لعبة في إيديه، ويحطه على الموتوسيكل بتاعه وبيضرب طلقة في العربية النقل قبل ما الآلي ريد يدهس الموتوسيكل بتاعه بالعربية النقل، وبتصطدم بالحيطة وبتنفجر، وبيخرج من وسط النار في مشهد رائع جدا وبيتشكل تاني.
بيعترف له ارنولد ان هو انسان آلي، وبيقول له ان انت اللي اخترعتني وصممتني وبعتني في الوقت ده علشان احميك. وبيبدأ يتكلم مع الولد ويفهمه كل حاجة، وبيقول له ان احنا لازم ندمر رقائق الذكاء الاصطناعي ونقضي على الفكرة دي. الولد قال له انت بتتكلم زي امي بالظبط، لانها قالت كده زمان وحطوها في مستشفى الامراض النفسية. الولد اتصل بوالديه بالتبني عشان يطمن عليهم، لكن استغرب جدا لما مامته كلمته بطريقة لطيفة هو مش متعود عليها. هنا أرنولد خد منه السماعة، كلم مامته وقلد صوته وقال له على فكرة ده الآلي ريد منتحل شخصية مامتك. والده بالتبني كان عمال يتكلم ويشوش على تركيز مامته في المكالمة، كانت عمالة تقول له انت فين، قول لي مكانك عشان اجي اخدك، لكن ارنولد قال له خلاص والديك بالتبني ماتوا. وهنا بيظهر ريد متشكل في صورة امه، وبيغضب جدا ان هما كشفوه، وبيروح المستشفى علشان يقضي على امه الحقيقية. وفي المستشفى الشرطة بتحقق مع امه بسبب احداث العنف اللي حصلت في المول. هنا حست بالخطر على ابنها وقررت ان هي تهرب. في نفس الوقت الولد قال لأرنولد لازم نروح ننقذ أمي قبل الآلي ريد ما يروح يقتلها، بس الولد بيقول له على شرط ممنوع تستخدم الأسلحة كده وتقتل البني آدمين. اوعدني. قال له اوعدك. في نفس الوقت كان الآلي ريد وصل المستشفى ولابس زي الشرطة، وهنا بتتمكن الأم من إن هي تفك قيودها وتهرب باستخدام دبوس مشبك بتاع الورق. وهنا بتيجي واحدة من أروع لقطات الخداع البصري واللي كانت السبب في ان الفيلم ده ياخد جائزة الاوسكار احسن خدعة بصرية. بنشوف الآلي ريد وهو بيتشكل في صورة الحارس، بيخرج من تحت الارض اللي عاملة زي قطع الشطرنج، وبيتشكل لحد ما يبقى شبه الحارس بالظبط، وبيقتل الحارس عشان ياخد مكانه. وبتتمكن الام من الهرب وبتصفي حساباتها مع طاقم التمريض اللي ياما عذبوها واهانوها. في نفس الوقت ارنولد كان في طريقه للمستشفى، راحت للدكتور وكسرت له ايده اللي كان السبب في وجودها في المستشفى كل المدة ديت، وهددته وقالت له لازم تخرجني والا هقتلك. ارنولد منسيش وعده للولد انه ما يقتلش حد، لكن طلع المسدس وضرب فرد الامن في رجليه الاتنين. الولد استغرب جدا، قال له ما تقلقش هيعيش. نفس الوقت اللي كانت الام بتحاول تهرب فيه وبتجري من الدكاترة، طبعا هي عارفة ارنولد من الجزء الاول ان هو كان الآلي الشرير اللي كان جاي يقتلها هي وجوزها. فوجئت بارنولد داخل عليها، كان موقف غريب جدا. بدأت تهرب من أرنولد وتروح باتجاه الدكاترة. هنا الولد قال له اتصرف، لازم تنجد أمي. بدأ يتصرف مع الدكاترة بطريقته المعتادة. كده على وقت النضارة الأم كانت مذعورة جدا، لكن الولد هداها وقال لها ما تقلقيش ده جاي هنا علشان يحمينا. ريد وصل واستطاع ان هو يدخل من الباب الحديد وهو مقفول، وهنا الدكتور جات له ازمه قلبيه طبعا، وبدا ارنولد يضرب عليه طلقات النار، وبتبدا المطارده من جديد، وبيقدر ينشع من فتحه السقف من فوق بتاعة الأسانسير وينزل في الأسانسير. وبيهرب أرنولد في سيارة الشرطة وهو بيجري وراهم، إيديه اتحولت لكلبشات حديد، وبيمد إيده وبيمسك في العربية، لكن أرنولد بيوقفه بالبندقية القوية اللي معاه، وهي دي الوحيدة اللي بتأثر فيه. في حتة من ايده كانت اتقطمت لكن رجعت له تاني. وهنا بيبدأ الولد يفهم أمه إنه لازم يدمر الرقائق دي، لكن مامته قالت له مالكش انت دعوة بالموضوع دوت، أنا عايزاك تبقى في أمان. والدك مات واتقتل بسبب موضوع زي ده. هنا بيبدأ الولد يبكي، طبعا أرنولد مش متعود على حاجة زي كده وما يعرفش يعني ايه دموع، لحد ما راحوا إلى مخزن دخلوا ناموا فيه وعالجوا جروحهم وإصاباتهم. الأم ما كانتش مصدقة، كانت عايزة تعرف إيه شكل الرقاقة اللي أرنولد بيدور عليها وعايز يدمرها، لحد ما أرنولد كشف لهم عن راسه وقال لها الرقاقة أو التشيبة موجودة جوه دماغي، لو شلتيها هتوقف عن العمل تماما. وبتفتح دماغه وبتطلع الرقاقة، بيجي لها هاجس إن هي لازم تدمر الرقاقة دي، لكن الولد بيمنعها وبيقول لها أنت كده هتموتي الشخص الوحيد اللي بيدافع عننا وبيحمينا، ومن غيره ممكن العملية كلها تفشل. وبالفعل بيرجعوا التشيبة أو الرقاقة تاني في دماغ أرنولد. في مجموعة من الثوار اللي ضد الذكاء الاصطناعي وعارفين انه هيقود لحرب مدمرة، وهنا الولد بيحاول يعمق علاقته اكتر بارنولد ويعلمه حاجات انسانية طبعا هو مش عارفها زي الهزار والضحك. في نفس الوقت كان العالم راي بيطور رقاقة الذكاء الاصطناعي وشغال في ابحاثه بكل جدية، حتى انه ما عندوش وقت لزوجته ولا لاولاده. وبتروح المكان السري وهناك بيشوف ارنولد كميات كبيرة من الاسلحة بتعجبه جدا لانه هيستخدمها في مهمته، وبيستغرب أول ما بيشوف طفل صغير لأنه مش متعود يشوف أحجام صغيرة زي كده، وبيقول لها احنا مستعدين للمعركة في أي وقت. وبيجهز أرنولد الأدوات اللي هيستخدمها، وبيتمكن إن هو يصلح العربية لأنه متبرمج على مهارات كتيرة جدا. وهنا الأم لما بتشوف ابنها مندمج مع أرنولد وبيهزر معاه بتطمن إن ابنها أصبح معاه شخص يخاف عليه ويحميه وشخص قوي جدا، لكن بيراودها نفس الحلم، حلم الهولوكوست اللي هيحصل أو المحرقة اللي هتحصل للجنس البشري والحرب النووية القادمة. وبتستيقظ مفزوعة
وبتاخد السلاح وبتاخد عربيتها وبتنطلق بسرعة، محدش عارف هي رايحة فين. لكن أرنولد اتكلم مع الولد وقال له أكيد هي رايحة تموت العالم راي اللي بيخترع الرقاقة. وبالفعل راحت لمنزل العالم ومعاها بندقية قناصة، لكن الصدفة حالت إن هي تموته. بدأت في إطلاق نار كثيف جدا عليه وعلى أولاده لحد ما أصابته إصابة بالغة في كتفه، ودخلت البيت علشان تموته. لكن هنا صعب عليها لما ابنه الصغير دافع عن والده، ورجعت تاني لنفسها إنها مش لازم تموت البني آدمين، كل اللي محتاجينه إن هم يدمروا الاختراع بس. وهنا بيوصل أرنولد والولد بيطلب منه إن هو يوري العالم هو عبارة عن إيه. أول ما بيكشف أرنولد جلد إيده العالم بيندهش جدا وبيحكوله الحكاية، وبيقتنع جدا بكل كلمة هم بيقولوها لأنه شاف الدليل العملي قدامه. لازم دلوقتي يروحوا مقر الشركة علشان يدمروا الرقاقة أو التشيبة دي وكل الأبحاث اللي اتعلقت بيها. وبيخشوا مقر الشركة، لكن الأمن بيتصل بالبوليس، وبيبدأ العالم راي في تجميع كل المستندات وكل السيديهات المتعلقة بالمشروع بتاعه. في نفس الوقت البوليس بيوصل وبيحاصر المنطقة كلها حصار شامل. الولد بيقول لأرنولد هنخرج ازاي؟ أرنولد قال له ما تقلقش أنا ليا تصريفة. الولد فكره بوعده إنه ما يقتلش البني آدمين، قال له ما تقلقش. وبدأ يتعامل أرنولد مع الشرطة بطريقته الخاصة طبعا، دمر كل مركبات الشرطة وخلاهم يجروا قدامه. وبالفعل كانت نتيجة الهجوم بلا أي إصابات أو ضحايا. لكن قوات العمليات الخاصة اقتحمت الشركة وأصابت العالم راي إصابة مميتة، وكان ماسك بإيده المفجر. وكان العالم راي بيطلع في الروح وقال للشرطة هربوا، وانفجر المبنى انفجار شديد جدا. واتحاصر أرنولد وكونر وأمه داخل المبنى. بالفعل خرج لقوات الشرطة بدون سلاح لأنه مش عايز يموت حد فيهم، لكن أصابهم في رجليهم وخد رشاش الغاز المسيل للدموع، وبدأ هو اللي يضرب على الشرطة الغاز المسيل للدموع. لقطة غريبة جدا وحلوة يعني. وخرج بره المبنى وخد شاحنة كبيرة ودخل بيها إلى المبنى وخد الولد ومامته جوه العربية وانطلق بأقصى سرعة. هنا الآلي ريد بيكتشف إن أرنولد هرب وبيتخلى عن الموتوسيكل اللي هو سايقه، يبقى محتاج حاجة أكبر. بالفعل بيشوف الهليكوبتر بيتعلق فيها ويخش من جوه الإزاز كده زي ما دخل من الأسانسير، بينشع نفسه كده من الإزاز. بيقول للطيار نط، طبعا الطيار فتح الباب ونط. وبيبدأ يطارد أرنولد والولد كونور في مطاردة مثيرة جدا، بيضربوا على بعض نار وبيتبادلوا إطلاق النار. وهنا مامة الولد بتتصف رجليها. أرنولد راح ضارب فرامل خلى الطيارة الهليكوبتر دخلت فيه من ورا، لكن بعد شوية العربية نفسها اتقلبت واضطروا إن هم ياخدوا سيارة تانية أقل. والآلي ريد نفسه بياخد سيارة نقل شايلة نيتروجين سائل وبيبدأ يطارد أرنولد اللي سايق عربية صغيرة وسرعتها قليلة جدا. طبعا بيطاردهم بكل قوة. بيحاول أرنولد إن هو يوقفه عن طريق البندقية الخاصة، وبالفعل بيتجه إليه وبيتني الدركسيون عشان العربية تتقلب. في نفس الوقت كان العربيتين داخلين على مصنع حديد وصلب. كل العمال والمهندسين أول ما شافوا النيتروجين السائل كلهم طلعوا يجروا لأنه ممكن كده يحصل انفجار شديد. وبالفعل أمطار من النيتروجين السائل انهمرت على الأرض. بدأ النيتروجين السائل يأثر في الآلي ريد لأنه بيؤدي إلى تجمد الحديد، وهو بيحرك رجله بدأت رجله تلزق في الأرض ويتفتت ويتجمد. وهنا كانت فرصة أرنولد في القضاء عليه، وقال له الكلمة اللي حفظها من الولد، واتفتت الآلي ريد حتة حتة. لكن الحرارة بدأت تزداد لأنهم دخلوا مصنع الحديد والصلب، وهنا بدأت أجزاء الآلي ريد تسيح وتتجمع مع بعض حتة حتة. أرنولد قال للولد ما قدمناش وقت كتير، لازم ندمر الرقاقة دي. وبالفعل اتشكل الآلي ريد مرة تانية وقام. ولقطة بديعة كده كانت بتيجي في برنامج أوسكار. بالفعل دخلوا إلى المصنع. كان أرنولد عايز يروح لأشد الأماكن حرارة علشان الآلي ريد بيسيح من الحرارة طبعا، لكن أمه قالت له لا، الحرارة هنا عالية جدا علينا. زي ما احنا شايفين كل ما يقرب من الحرارة كل ما رجليه بتسيح وجسمه كمان بيسيح لحد ما بيتعرض له أرنولد. وهنا بتحصل بينهم معركة بيتمكن خلالها الآلي ريد من إن هو يحشر أرنولد داخل المكبس علشان يشل حركته ويقدر هو يموت كونر وأمه. لكن والدة كونر كانت عارفة إن البندقية دي بتعطله وممكن تموته. بالفعل ضربت عليه طلقة، لكن قدر إن هو يجمع نفسه تاني. في نفس الوقت أرنولد جه من وراه بعد ما اضطر إن هو يقطع إيده علشان يفلت. مسك أرنولد ضربه علقة موت كمان وغرز له السيخ الحديد في ظهره. حاول أرنولد إن هو يوصل للبندقية لكن كان خلاص مات.
بعد فترة البطارية الاحتياطية اشتغلت. الآلي ريد تشكل في صورة والدة كونر ونده عليه علشان يجيله. في نفس اللحظة كانت أم كونر الحقيقية ظهرت من وراه ومعاها البندقية متعمرة وبدأت في إطلاق النار عليه. كان خلاص على وشك إن هو يقع في الحديد المنصهر، لكن البندقية فرغت من الطلقات وقال لها كده غلط عليك. لكن في اللحظة دي بيظهر أرنولد ومعاه الطلقة التفجيرية وبيديله طلقة في دماغه مع قربه من الحديد المنصهر، ودرجة الحرارة العالية منعته من الالتئام بسرعة وبالفعل سقط في الحديد المنصهر. وبينتهي ريد إلى الأبد. وبيبدأ الولد في إخراج التشبة من جيبه وبيرميها في النار. كده مهمتنا انتهت، لكن أرنولد بيقوله لأ، لسه في تشبة تانية، يقصد بيها نفسه. الولد حب يمنعه لأنه حبه جدا. حاول الولد يمنعه لكن أرنولد أصر وادى لمامته المفتاح، وبالفعل نزل أرنولد في الحديد المنصهر وشاور للولد بعلامة النصر. لو الفيلم عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.